ويبتدي فيلمنا مع هاري بوتر طفل يتيم، خالته اللي بتربيه هي وجوزها وبيبقى عنده 10 سنين. وهاري بوتر كان عايش حياة صعبة مع خالته وجوزها لأنهم كانوا بيعاملوه كخدام ليهم، ومفيش أي اهتمام لدرجة إن غرفة نومه تحت السلم، وكمان هو اللي بيحضر لهم الفطار وبيعمل لهم القهوة. وكل يوم على هذا الحال يصحى يحضر الفطار والقهوة، لحد ما في يوم أسرة خالته أخدوه وراحوا جنينة الحيوانات في لندن، وبعدها جهزوا نفسهم عشان يخرجوا وبيروحوا يركبوا العربية. وبعدها وقفوا واتفرجوا على قفص التعبان اللي كان نايم، وابن خالته ديللي عمل إزعاج شديد وصحى التعبان ومشي. لكن هاري بدأ يتكلم مع التعبان واعتذر له وكلمه على الإحساس بالوحدة وإنه حاسس بمعاناة التعبان، وبيتفاجئ إن التعبان كان بيكلمه وبيرد عليه، وبيجي ديللي مندفع من وراه وبيوقعه وبيحط إيده على الإزاز القفص، بس الإزاز بيختفي أول ما هاري بوتر بيبصله. يقع ديللي جوه القفص التعبان، والإزاز بيرجع تاني وبيفضل ديلي اللي محبوس جوه القفص مكان التعبان. ولما بيروحوا البيت جوز خالته بيغضب من هاري وبيحبسه في اوضته لانه بيكره السحر. وبعد كده بومة ديمبلدور بتوصل جوابات باسم هاري، وفيرنر بيمنعه من قرايتها وبيقطع الرسائل اللي باسم هاري، لكن الرسائل بقت كتيرة وبتوصل زي المطر. وجوز خالته برضه بيمنعه انه يقراها، وبعد كده بيقرروا يعيشوا بعيد عن المدينة عشان البومة ما تعرفش مكانهم والرسائل ما تجيش تاني. ويوم عيد ميلاد هاري بالليل بيحتفل لوحده بعيد ميلاده وبيرسم تورته على الأرض وبيتخيل شمعة وبيطفيه، وفجأة اتكسر عليهم الباب ودخل عليهم هاجريد وبيهني هاري بعيد ميلاده. هو قال له إن أبوه وأمه كانوا سحرة وأفضل خريجي مدرسة هوجرس وهو كمان ساحر زيهم، وبيتفاجئ هاري وهاجريد بيسلم هاري بوتر جواب القبول في المدرسة، وجوز خالته بيحاول يمنعه يروح المدرسة لأنه حاسس بالغيرة عشان ما قدرش يتعلم السحر هو وخالته اللي اعترفت لهاري إنها كانت بتغير من أمه، لأن العيلة كلها كانوا فخورين بيها عشان كانت ساحرة لكن هي لأ. وهاجرد حذرهم يقفوا في طريق هاري وبيعمل لديل لديل وبياخد هاري بوتر معاه وبيمشوا. أو بيوصلوا لفندق خاص للسحرة في لندن، والسحرة هناك واضح إن يعرفوا هاري بوتر كويس باعتباره الطفل الناجي، وبيعرفوا نفسهم لهاري بوتر وهم سعداء بمقابلته. وهاري مستغرب وبيسأل هاجرد هم يعرفوني منين، فهاجرد قال له هتعرف من الشخص المناسب. وبيقابل مدرس السحر الأسود الأستاذ كوريل، وكان سعيد بمقابلته وبياخد هاجرد للبنك وجميع الموظفين اللي هناك من العفاريت. وهاجرد بيدي للمدير الرسالة من دامبلدور، وبيسلم هاري بوتر فلوس من خزنة والدته اللي كانت سايباها له في البنك. بس في طرد في منديل أخده هاجرد لنفسه ومنع هاري بوتر يسأل عنه. وبعدها هاجرد بينقل هاري لحارة بيبيعوا فيها الأدوات السحرية، ودخل محل عشان يشتري عصاية تناسبه. هو بيجرب عصيان كتير ومفيش أي عصاية بتناسبه، وبيقول له إن العصاية بتختار ملكها، وبيجرب واحدة أخيرة وهي المناسبة لهاري، وقال إن العصاية دي فيها ريشة ديل طائر العنقاء. وكمان بيستغرب لأن الجرح اللي في راس هاري بوتر بسبب عصاية تانية من ساحر تاني فيها الريشة التانية لطائر العنقاء، ومفيش غير العصايتين دول بس. هو مستغرب ازاي العصاية اختارته، وهاري بوتر سأله عن مالك العصاية التانية، فبيقول له ما اقدرش اقول لك، وكل اللي اقدر اقوله لك انه عمل حاجات عظيمة. وهنا بيقصد فولتمورت ساحر الظلام. وبعدها هاجريد بيهدي بومة لهاري بوتر اسمها هيدويك. هو بيزيد فضول هاري وبيسأل هاجريد مين اللي قتل أبوه وأمه، وبيقول له إنهم اتقتلوا بسبب لعنة الساحر فولدمورت، وكمان كان عاوز يقتلك لكن اللي نجاك من سحره الجرح اللي في راسك لما ارتدت التعويذة عليه هو. علشان كده الناس كلها بتتوقع منك حاجات عظيمة وبيوصفوك بالطفل الناجي. بعدها هاجريد بيسيب هاري بوتر في محطة السكة الحديد، وهاري بوتر مش عارف رقم القطر اللي هيركبه، وبيسمع ناس وبيمشي وراهم عشان يقدر يوصل للرصيف، وبيلاقوا بيدخلوا في حيطة. ووقف يتفرج وهو مندهش، وبتقابله واحدة من الساحرات أم رون، وبتشجع هاري إنه يدخل في الحيطة، وفعلا بيعدي وبيوصل للقطر. وفي القطر قابل رون اللي هيكون صديق هاري، وبيقابله كمان هيرمن اللي رايحة تتعلم السحر، إن مفيش حد من عيلتها ساحر، وبيستناهم هاجريد عند الوصول وبياخدهم لمدرسة هوجرس. وهناك بيتقابلوا بدراكو طفل متعجرف بيهين رون وبيعرض على هاري إن يكون صاحبه، بس هاري بيرفضه. وبعدها بيجتمع الطلاب في القاعة الكبيرة وبيقول لهم الأستاذ ديمبلادور إن الغابة المظلمة ممنوعة والزاوية اليمين من الدور الثالث ممنوعة، وبيحذرهم إن فليتش حارس المدرسة والقطة بتاعتهم يشوفوهم هناك. واحدة بتقول لهم إن يروحوا المنازل السحرية وأي انتصارات هياخدوا نقط، وأي كسر القواعد هيخسروا قصاده نقط.
وبعدها بتحط عليهم برنيطة الفرز عشان تحدد نوع المنزل اللي هيسكنه الطلاب. ورون وهارموني هيسكنوا جريفندور، وهاري لسه ما جاش دوره ولاحظ ان في استاذ بيبصله، وهاري بيحس بألم في الجرح. وبعدها بيجي دور هاري للفرز وبيطلب من البرنيطة بلاش مساكن سيلزرين، على الرغم انها بتقوله ان مساكن سيلزرين هتساعده في حاجات عظيمة، بس بتختار له جريفندور بعد أسرار من هاري بوتر. بعدها بدأ الحفل وقعدوا يتعشوا، وسأل هاري بوتر مين الأستاذ اللي هناك. بيقولوا له ده أستاذ سناب مدرس فنون السحر الأسود. وتاني يوم اتأخر هاري بوتر ورون عن الحصة، وسناب هزاهم عشان معرفوش يجاوبوا. هو جه ميعاد الغدا وبدأ البوم يرمي لكل واحد من الطلاب رسالة إخبارية ما عدا هاري، وبياخد رسالة رون وبيقراها وبيشوف خبر إن البنك اتسرق، بس العفاريت اتصدت للسرقة وكانوا بيحاولوا يسرقوا طرد لكن ما لقيوش هناك. في اللحظة دي بيفتكر هاري الطرد اللي خده هاجريد من خزنة أمه بشكل مريب. هو بيحكي لرون والهارموني. وبعدها في طالب في حصة الطيران بيقع وبيتصاب والمدرسة بتنقله للمستشفى، ودراكوا بياخد كورته السحرية وهاري بوتر بيحاول ياخدها منه، لكن دراكوا بياخدها وبيرميها بعيد، وبيطير هاري بوتر بالمقشة السحرية وبيمسكها، وبتشوف الأستاذة من الشباك وبتفرح جدا. هو بتعينه باحث سحري في المدرسة في رياضة الكويديتش، دي رياضة الطيران بالمقشات، لأنه عرف يطير وده نادر جدا في السنوات الأولى. وبتعرفوا على أوليفر كابتن فريق الكويديتش وأصحابه، وطبعا فرحانين جدا بيه لكنه متوتر وخايف. لكن هارموني بتشجعه وبتقوله السحر في دمك، وبتوريه إن أبوك كان من الأوائل في المدرسة وكانوا باحثين متفوقين في الكويديتش، ومفيش داعي إنك تقلق من حاجة زي دي. وبيطلعوا للدور التالت والسلالم بتتغير مكانها، وبيلاقوا نفسهم في المكان المحظور. وبتشوفهم قطة فليتش وبيستخبوا من فليتش، وبيروحوا أوضة مقفولة وبيشوفوا كلب بتلات روس وبيخافوا وبيهربوا من الأوضة. وبتقول لهم هارمون إنها لازم تروح أوضتها حالا وهم كمان قبل ما حد يشوفهم ويطردهم من المدرسة. وأوليفر الباحث كويديتش بدأ يعلم هاري بوتر ويشرح له قواعد اللعبة، وجه دور هاري بوتر إن يلعبها وإن يمسك الكرة الذهبية اللي بتطير، وده لعبة صعبة لكن هاري بوتر مسكها بسرعة. وبتخلص اللعبة وبيوريله لعبة كوافل، وهي الكورة فيها حيوان مزعج اسمه بلتجر، وعليه إن يضرب الكورة ويوجهها المكان الصحيح. وهاري بوتر برضه بيضرب الكورة بسرعة وبتروح للمكان الصح، وبتخلص اللعبة. وبعدها رون بيسخر من هارموني، وهارموني بتزعل وبترفض حضور العشاء. وقعدوا كلهم يتعشوا وبيدخل عليهم كوريل وهو مذعور وبيصرخ وبيقول الترول في السرداب وبيغمى عليه. وبتحصل فوضى في المكان، وديمبلدور بيؤمر الطلاب يروحوا لأوضتهم، ورون وهاري بيحاولوا يلاقوا هيرموني وبيعرفوا إنها في الحمام بتعيط من الظهر. وراحوا رون وهاري في الحمام ولمحوا وحش الترول هناك، وهو داخل الحمام البنات واتضح إن هيرموني هناك وبتخاف من الترول، وبدأ يهاجمها. ورون وهاري بيحاولوا يشدوا انتباهه لكن مفيش فايدة، والوحش بيصطاد هيرموني وبيحاول يقتلها، لكن هاري بسرعة بيهاجمه وبيحط العصاية السحرية في مناخيره. بس رون بيساعده بالتعويذة وبيهزموا الترول، وبتوصل للأستاذ عندهم، وهرموني بتحمل نفسها كل اللوم والمسؤولية، وإنهم كانوا بينقذوها. والأستاذة بتسحب منها 5 نقط كعقاب ليها، وبتدي 5 من 5 لرون وهاري عشان هزم الترول. وبيلاحظ هاري بوتر إن في جرح في رجل سناب، وسناب بيغطي الجرح بسرعة. ولما بيروح الغرفة المشتركة البومة بتسلم لهاري هدية، وكانت الهدية مقشة جديدة من الأستاذة. وبعدها بيتكلم مع هارموني ورون إن الكلب اللي ليه 3 روس أكيد عض سناب في رجله عشان سناب عاوز يسرق الطرد اللي هاجريد أخده من البنك، وسناب هو اللي أطلق الطارول عشان يعمل تمويه ويسرق الطرد. ولاحظوا فعلا إن سناب ماشي بيعرج. وتاني يوم عملوا مسابقة وقسموا الطلاب اللي كانوا فريقين، وكان فريق هاري بوتر كويس في الأول لكن الفريق اللي قصادهم بيغلبهم في تسجيل النقاط، وبيحاول هاري يعوض الفريق لكن المقشة بتخرج عن السيطرة. هو بتشك هيرمان إن سناب هو اللي بيتلاعب بهاري وهو اللي سحر المقشة، لأنها لاحظت إنه قاعد يردد التعويذة السحرية، وهي اتسحبت وولعت في طرف هدومه. وفعلا هاري بوتر يتقدم في المسابقة وبيقف بشجاعة على المقشة بس بيقع على الأرض، وشكله تعبان لكن بيفاجئهم وبيطلع الكورة من بقه وبيفوز بالماتش. وبتنتهي اللعبة. بعدها رون وهاري وهارموني بيسألوا هاجريد عن سناب، هو الكلب اللي ب3 روس، وهاجريد أمرهم يبطلوا يتكلموا في الموضوع ده لأنه خطير، وأي حاجة بيحرسها الكلب هي تخص الأستاذ ديمبلادور وأسرار صديقته نيكلاس. وبيسيبهم وبيمشي، وبدأوا يسألوا نفسهم مين نيكلاس. وبعدها بترجع هارموني في بيتها في عيد الميلاد، وبيفضل هاري بوتر ورون في المدرسة وبيلعبوا لعبة الشطرنج السحري. وبابا هاري كان سايب هدية عيد ميلاد قبل ما يموت، والهدية دي عبارة عن عباية تخفي اللي يلبسها، وبيلبس هاري العباية وبيروح المكتبة وبيدور في سجلات عن اسم نيكلاس، وقبل ما يلاقي أي حاجة بيوصل الحارس وهاري بيستخبى في العباية وبيهرب.
ولمح في طريقه سناب وكواريل وهما بيتكلموا وقرب منهم، بس سناب حس بوجود شخص مختفي فبيهرب هاري. هو بيدخل أوضة فيها مراية سحرية وبتوريه أبوه وأمه في مشهد عاطفي وبيكلمهم. أو بيوصل ديمبلادور وبيقول له صورة المراية مش حقيقية، لكنها بتورينا أعمق رغباتنا. هو بتشوف فيها اللي بتتمنى تشوفه من جواك. المراية دي ممكن تصيب الناس بالجنون لأنها بتخليهم منشغلين بالأحلام وبينسوا إنهم يعيشوا. وقالوا إن المراية دي هنقولها بكرة في أوضة تانية. وتاني يوم الطلاب في المكتبة، وهرموني بتلاقي كتاب عن نيكلس اللي صنع الحجر الخلود أو حجر الفيلسوف. وبيكتشف إن الكلب بيحرس الحجر اللي بيمنع الخلود للإنسان. وبيشكوا إن سناب عايز ياخد الحجر، وبالليل بيروحوا كلهم عشان يقابلوا هاجريد. وبيعرفهم سناب إن بيحرس الحجر ومش ممكن يطمع فيه أبدا. وهاجريد بيوريه عنده بيضة التنين اداهاله شخص مجهول، والبيضة بتقفش وبتخرج التنين، وكان مراقبهم دراكو. وبيروح يعرف الأستاذة وبتعاقبهم هم التلاتة. وبتعاقب دراكو معاهم وبتخصم من كل واحد 50 نقطة لأنهم بيتجولوا حوالين المدرسة بالليل وبدون إذن. وكلفتهم يبحثوا عن صياد اليونيكورن في الغابة المظلمة مع هاجريد. وهاري بوتر بيشوف صياد اليونيكورن على شكل ظل وبيهاجمه، لكن اليونيكورن بينقذه. وقال لهاري إن دم اليونيكورن بيساعد الإنسان وبيعالجه عشان الصياد بيقتل وبيمتص دم اليونيكورن، لكنه بيعيش حياة ملعونة. وهاري بيقول لرون وهارموني إن الصياد نفسه فولدمورت، وفولدمورت ضعيف لأن لو قوي ما كانش هيحتاج لدم اليونيكورن. وبيشكوا برضه إن سناب عايز ياخد الحجر ويديه لفولدمورت ويمنحه الخلود. وبعدها هارموني بتقول لهاري إن فولدمورت ما يقدرش يلمسك طول ما ديمبلدور عايش، لأن فولدمورت خايف من ديمبلدور. وبعدها هما التلاتة بيقعدوا مع هاجريد وبيكلمهم عن الشخص اللي اداله البيضة، وإن كان شخص غريب ومغطي وشه وكان مهتم يعرف معلومات عن فلافي الكلب حارس الحجر أبو 3 روس. وغير إن قاله إنه بينام على صوت الموسيقى وكمان إزاي بينام وبينام إمتى. وبيجروا هما التلاتة على صوت الأستاذة وهم خايفين على الحجر، والأستاذة بتقول لهم إن الحجر في أمان بالرغم إن الدمبلدور بعيد ومش في المدرسة. لكن هاري خايف على الحجر وقرر إنه يتأكد من وجوده بنفسه. وبالليل زميلهم نيفيل يمنعهم عشان ما يتورطوش في مشاكل وما يخسروش نقط تانية، لكن هيرموني بترمي تعويذة سحرية بتشيل نيفيل وبتجمده. وراحوا عند الكلب حارس الحجر ولقيوه نايم وحاسين ان سناب موجود هناك وبيتسحبوا، لكن الكلب بيصحى وبيجروا منه. هو بيهربوا وبيقعدوا تحت وبيلاقوا نبات سحري بيحاصرهم. هو بيربطهم بفروعه، وهارموني بتطلب منهم ما يتحركوش عشان ده نبات اسمه الشيطان وكل ما تتحرك هيخنقك. وبتسترخي هارموني وبتسيب نفسها والنبات بيسيبها تقع. وهاري بوتر بيعمل زيها وبيتحرر، لكن رون مفزوع وأعصابه مشدودة ومش قادر يفلت منه. بس هارموني بتعمل تعويذة وبتحرره، لكن لما بيمشوا بيلاقوا كتير من المفاتيح الطايرة. وعصاية المقشة مجرد ما هاري بيلمس العصاية المفاتيح بتهاجمه وبيقاوم المفاتيح ويقدر يلقط المفتاح وبيديه لهارموني وبتفتح الباب وبيدخلوا أوضة غريبة فيها تحدي جديد وبيلاقوا شطرنج واقعي ولازم يلعبوا الشطرنج عشان يعدوا الأوضة. هو بيلعب رون وبيضحي بنفسه عشان هاري يفوز باللعبة، بس هاري بيطلب من هارموني تكمل لعبة مع رون وهو لازم يبعت رسالة فورا للديمبلدور. وبيسيبهم وبيمشي لوحده وبيكتشف إن كوريل هو اللي عاوز يسرق الحجر مش سناب، وهو اللي كان عاوز يوقع هاري بوتر في لعبة الطيران، وسناب هو اللي بيحميه بتعويذاته. وهاري مذهول وكوريل اللي بيخليه يبص في المراية. هو بيقف هاري قدام المراية وبيفتكر كلام ديمبلادور إن المراية بتظهر لنا أعمق رغباتنا ورغبة هاري إن الحجر يكون معاه. وبيتفاجئ كوريل لما هاري بيطلع الحجر من جيبه، وكوريل بيقول له إن فولدمورت عاوز يتكلم معاك وبيشيل العمامة. وبيدور وشه وبيلاقي فولدمورت على راس كوريل من ورا. وفي اللحظة دي هاري بوتر بيحاول يهرب، لكن كوريل بيمنعه وبيولع النار في كل مكان. وبيحاول فولدمورت بيؤمر كوريلي يقتل هاري بوتر وكوريلي بيخنقه، لكن هاري بوتر بيلمسه بإيده اللي فيها الحجر وإيد كوريلي بتتحول لتراب، وكمان بيلمس وشه فبيتحول كله لتراب وبيختفي. لكن فولدمورت بيتحول لظل أو شبح وبيمر من جسم هاري، وهاري بيقع على الأرض وبيغمى عليه. ولما بيفوق بيلاقي نفسه في المستشفى ودومبلدور جنبه وبيبلغه إن الحجر اتدمر وكل أصحابه في أمان. وقال له إن كوريلي ما قدرش يتحمل اللمسة لأن والدتك ضحت بنفسها عشان تحميك وانت صغير. وهاري بوتر بيلمس الجرح اللي في راسه وبيسأل دمبلدور هل تدمير الحجر هيمنع فولدمورت من الرجوع مرة تاني. فرد عليه قال له في طرق تانية كتير وممكن يحاول إن يرجع من خلالها. وبيخلص فيلمنا، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس. ومع كل يوم فيلم جديد وحكاية جديدة، كانت معاكم تاليا محمد.